الحضور الكريم، حللتم أهلا ونزلتم سهلا في جنبات دوحة معطرة بنسائم هدي رباني، مطبخة بأريج مذهب سمي، مشمولة بعطف الجناب العلي لمولانا السمي، دام له النصر والتأييد الجلي من رب كريم حي. على بركة الله نعلن انطلاق فعاليات ملتقى آسف للقرآن الكريم والسماع الصوفي في نسخته الثالثة، التي دأبت المنظمة المغربية للملكيين عبر العالم على إقامته وتنظيمه كل سنة تحت الإشراف الفعلي لعامل صاحب الجلالة على إقليم آسف. الحضور الكريم، إن الحديث عن النموذج الديني المغربي حديث ذو شجون، ذلك أن بناء المغرب لنموذجه في تنظيم الحقل الديني لم يكن طفرة أملتها ظروف عابرة، وإنما جاء عبر تراكم طويل امتدت فيه التجربة قرونا طويلة، وأخذت تكتمل وتنضج إلى أن أخذت هذه الصورة الواضحة التي استوت عليها اليوم. وبقدر ما حرص النموذج المغربي على تحصيل الثوابت الثلاثة المرتبطة بالتوجه العقدي الأشعري والاختيار الفقهي المتمثل في المذهب المالكي والتصوف السني على طريقة الإمام الجنيد، إلا أنه لم يغفل أهمية الدبلوماسية الدينية، والتي يعد من أبرز مظاهرها القرار المولوي السامي بإحداث المجلس العلمي الأوروبي سنة 2009 الذي يسعى للحفاظ على هوية المغاربة في أرض المهجر. ولقد كان للدبلوماسية الدينية دور كبير في إرساء الاستقرار الروحي سواء على الصعيد الداخلي أو العمق الاستراتيجي، ولا أدل على ذلك من قرار مولانا أمير المؤمنين بإحداث مؤسسة محمد السادس للعلماء الأفارقة سنة 2014، والتي كان لها دور بارز في الحد من مخاطر التطرف والإرهاب بدول الساحل على وجه الخصوص والدول الأفريقية على وجه العموم. حضورنا الكريم، إن الحصيلة المشرفة للنموذج الديني المغربي كانت هي الدافع الأكبر لجعله موضوع هذه النسخة من الملتقى الوطني الثالث، الذي يروم من خلال هذه الندوة إبراز ما تضمنه ذلك النموذج من إيجابيات ساهمت بشكل أو آخر في تجنيب بلادنا كل ما من شأنه تحقير صفوها الديني أو محاولة خلق فتنة مذهبية ووضع اليد على جملة من سلبياته لتلافيها في القادم من الأيام. أيها الحضور الكريم، خير ما يفتتح به الملتقى ويشنف به أسماع من لب ميلا كلام رب الورى يتلوه على مسامعكم القارئ الأرقى الأستاذ محمد ناجي، فليتفضل مشكورا. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام تلك آيات الكتاب الحكيم. أكان للناس عجبا أن أوحينا إلى رجل منهم وبشر الذين آمنوا أن لهم قدم صدق
عند ربهم قال الكافرون إن هذا لشيء عجيب قال الكافرون إن هذا لسحر مبين إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش يدبر الأمر ما من شفيع إلا من بعد إذنه ذلكم الله ربكم فاعبدوه أفلا تذكرون صدق الله العظيم. أيها الحضور الكريم، السيد مولاي المهدي الوزاني نائب الرئيس العام للمنظمة المغربية للملكيين عبر العالم، المنسق الجهوي لجهة مراكش آسفي، رئيس المكتب الإقليمي يحتفي بحضوركم ويرحب بمقدمكم. أدعوه الآن إلى إلقاء كلمة بهذه المناسبة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، والصلاة والسلام على نبي الرحمة والمكرمات وعلى آله ذوي المقامات وصحبه السابقون بالخيرات ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الفوز بالجنات. أما بعد، يطيب لنا في افتتاح هذا الملتقى الديني باسمي ونيابة عن أعضاء المكتب الإقليمي للمنظمة المغربية للملكيين عبر العالم أن أرحب بالحضور الكريم كل باسمه وصفته، فأهلا وسهلا ما غضب طائر وصلى على النبي ذاكر. الحضور الكريم، نلتئم اليوم لمناقشة موضوع من الأهمية بمكان يتعلق بمؤسسة لها مكانة خاصة لدى عموم أفراد الشعب المغربي، ألا وهي مؤسسة إمارة المؤمنين، ذلك أنها من أهم ركائز النموذج الديني المغربي، وهي التي جعلته متفردا لا يساويه أي نموذج ديني آخر.
إن هذا الموضوع الذي تتناوله هذه الندوة هو من صميم المواضيع التي تفرض المرحلة الزمنية الراهنة بحثه ومناقشته، فلكل زمان أسئلته وقضاياه، ولا تكون الأمة ناهضة وبانية إلا بإجابتها عن الأسئلة التي يطرحها واقعها. وإن الوعي اليوم بضرورة حماية الوحدة الدينية ضد تحريف الغالين وانتحار المبطلين وتأويل الجاهلين يستمد قوته من الإصلاحات التي ترعاها الإمامة العظمى لمولانا جلالة الملك محمد السادس دامره النصر والتأييد. لقد مرت بلادنا بمحطات كثيرة كان لها أثر بارز في بلورة نموذج ديني أصبح بفضل القيادة الرشيدة لمولانا نصره الله محط أنظار العالم لما يتميز به من وسطية واعتدال، كما كان للدبلوماسية الدينية من خلال مؤسسة محمد السادس الأثر الأكبر في تفرد هذا النموذج الديني القائم على المذهب المالكي وتصوف السني على طريقة الجنيد والسالكي والعقيدة الأشعرية. الحضور الكريم، إن النموذج الديني المغربي قد أثبت جدواه ونجاعته في عالم معقد اليوم يعرف الكثير من الصراعات الطائفية والفكرية وتنامي للتعصب والتطرف. وإن المتتبع لفصول هذا النموذج يجد أن قوته لا تكمن في اعتماد على مقاربة أمنية وقانونية زجرية فحسب، وإنما على تربية رصينة وتكوين مبدع وانفتاح متوازن وطرح ديني معتدل وعقلاني في تدبير وطرح القضايا الدينية. إن العالم اليوم بحاجة للحفاظ على القيم الإنسانية المثلى والسعي إلى تحقيق التقارب بين مختلف الشعوب، ولن يتأتى ذلك إلا بنموذج ديني رصين يراعي خصوصية كل مجتمع وأطيافه. حفظ الله بلادنا من كل مكروه وأدام مولانا نصر بالله درعا حاميا لهذا الوطن العزيز وأدامه بوفور الصحة والعافية، إنه على كل شيء قدير. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. شكرا للسيد رئيس منظم على هذه الكلمة الضافية. الحضور الكريم للمجلس العلمي المحلي بآسفي شريك المنظمة، كلمة بهذه المناسبة يلقيها السيد الأستاذ سيدي محمد السعدي عضو المجلس العلمي المحلي لآسفي، فليتفضل مشكورا. الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيد الأولين والآخرين وعلى آله وصحابته ومن سار على نهجهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الحضور الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. حللتم أهلا ونزلتم سهلا، طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا. بداية أتوجه بالشكر الجزيل إلى الجهات المنظمة لهذا الملتقى العلمي الإشعاعي الذي تسعد به حاضرة المحيط مدينة آسفي، وكذا القائمين والصاهرين على إنجاح هذا العمل الثقافي. أيها الأكارم، كما هو في كريم علمكم أن عنوان هذه الندوة النموذج الديني المغربي الإسناد والاستمداد، وهو عنوان يحاول أن يوضح الرؤية ويزيل اللبس عن عقول بعض الناس. ومعلوم أيها الأكارم أن التدين عند المغاربة مبني على النص الشرعي فهما ودراية واستنباطا وتنزيلا، بناء على قواعد اللغة العربية ومقاصد الشريعة الإسلامية وفقه الواقع، مما جعله يعصم المغاربة من الفتن والتكفير والإرهاب والحروب
والطائفية المذهبية لكونه مبنيا على الوسطية والاعتدال، مع العلم أن المدرسة المغربية في التدين ليست والدة اليوم، بل تشكلت من إسهامات فقهية حضارية امتدت أكثر من 12 قرنا من الإشعاع والعطاء الديني. هذه المدرسة جعلت من التدين المغربي نموذجا يحتذى في الرزانة والتميز والمرونة والأمن الروحي. ولهذا فإن المجلس العلمي المحلي للأسف يتفاعل إيجابا مع هذه المبادرة الكريمة كعادته مع باقي الشركاء والفاعلين في إنجاح مثل هذه الندوات، وذلك تحت القيادة السامية الرشيدة لمولانا أمير المؤمنين جلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.